بقى النصايح اللي انا حابه اقولها لكم علشان تفرق معاكم وانتوا بتحلوا شوامل. اول نصيحه، ادي نفسك تايمر وانت بتحل الامتحان. طبعا زي ما قلت لكم في الاول خالص، وانت بتحل اول شوامل هتلاقي ان انت بتاخد وقت كبير جدا في الامتحان وبتتخطى الوقت اللي انت محدده لنفسك، فده طبيعي جدا. انت مثلا ماده العربي امتحانها بيبقى 3 ساعات، فانت في كل مره بتحل فيها شامل حط تايمر لنفسك 3 ساعات وشوف انت تخطيت الوقت ده بقد ايه، وحاول ان انت الحاجات اللي كانت مبطئاك حاول ان انت تتفاداها اكتر علشان تلاقي وقت في الامتحان بقى ان انت تراجع، وتلاقي وقت ان انت تحل البابل شيت وتتعلم في البابل شيت، لان وقت البابل شيت ده فعلا بجد بياخد وقت كبير جدا من الامتحان. فحاول ان انت تسرع نفسك وانت بتحل الامتحانات وتدرب نفسك على موضوع السرعه ده مره في مره، هتلاقي الموضوع بيتحسن بجد. وده عن تجربه، لان انا برضو كنت خايفه من موضوع الوقت ده، بس لما قعدت ادرب نفسي على موضوع الوقت ده وان انا احط لنفسي تايمر واحاول امشي عليه، فده كان بيبقى احسن كتير جدا. يعني لما تحط لنفسك تايمر مثلا 3 ساعات لازم تخلص الامتحان في 2:15 ساعة مثلا، ويبقى فيه ساعه الا ربع راجع فيهم وتحل البابل شيت. طبعا ممكن ياخد منك وقت اكبر من كده في توتر بقى الامتحان واللجنه وما اعرفش ايه، بس على الاقل في الامتحانات اللي انت بتحلها في البيت تدرب نفسك عن الامتحان مثلا ما ياخدش منك غير 2:15 ساعة، 2:15 ساعة، 2:30 بالميت قوي. يعني لما تحاول تسرع نفسك في الحل هيكون احسن بكتير في الامتحان. مش هتكون متوتر وانت بتحل البابل شيت، لان البابل شيت ده محتاج كده هدوء وان انت تكون اعصابك هاديه، لان ممكن تضيع تعبك كله وانت بتحل البابل شيت وانت بتتعلم في البابل شيت في الاخر. غلطه واحده بس في البابل شيت تضيع لك الامتحان كله. يعني انت لو انت بتنقل في البابل شيت وعديت واحده بس من الخانات اللي موجوده وعملت في اللي بعدها، فانت كده حليت كل اللي بعد الحاجات دي كلها غلط. انت متخيل انت ممكن تعمل في نفسك ايه؟ فحاول ان انت تعود نفسك على موضوع الوقت عشان ما تتوترش في الامتحان. الحاجه الثانيه، وانت بتحل شوامل اي سؤال هتغلط فيه زي ما انا قلت لكم هتعلم عليه، لان مراجعه ليالي الامتحان اكتر حاجه بجد فادتني فيها ان انا رجعت على كل الاسئله اللي انا كنت معلمه عليها دي. فانت قبل لما بتدخل الامتحان وانت مراجع على الاسئله دي وقاريها كده كويس، فانت كده حرفيا مش فايتك حاجه في الشامل. يعني كل الاسئله اللي انت حلتها صح فيها فانت اكيد هتعرف تحلها في الامتحان، لان انت حلتها من اول مره صح حتى لو انت ناسيها. والاسئله اللي انت مش عرفتها او اللي انت غلطت فيها او اللي انت اكتشفت فيها فكره جديده هتكون مراجع عليها قبل ما تدخل الامتحان، فهتلاقي حرفيا ان انت مش فايتك حاجه ولا هتلاقي فيه اي سؤال فايت. اهم حاجه حرفيا ان انت تتعلم على اي حاجه هتغلط فيها او اي حاجه تحس ان فيها فكره جديده. ثالث حاجه وهي اهتموا بالشوامل الوزاريه اللي هي الاربع امتحانات اللي كانوا نازلين في السنه بتاعتنا. وطبعا الامتحانين بتوعنا دور اول ودور تاني، يعني هيكون معاك كده اول امتحانين تجريبيين السنه اللي قبلنا، دور اول ودور تاني السنه اللي قبلنا، ودور اول ودور تاني السنه بتاعتنا. فانت كده معاك 6 امتحانات، دول اكتر امتحانات اساسيه معاك. حرفيا لازم تركز في كل حاجه فيهم، تركز في الفكره بتاعتهم جدا 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 وتتأنى وانت بتحل، لان هم دول بجد اللي بيجي منهم الامتحان. وبجد دي الاسئله اللي بيجي الامتحان شبهها بنسبه كبيره جدا جدا. امتحان الكيمياء حرفيا جاي بنفس افكار امتحان السنه اللي قبلنا، ودي اكتر حاجه زي ما قلت لكم فادتني في الامتحان وخلتني ان انا بحل بسرعه وما وقفش معايا ولا سؤال. فحرفيا ركزوا في ال6 امتحانات دول وما تفوتوش فيهم ولا حرف، وافهموا الفكره كويس جدا. ممكن تلاقي في اسئله فيهم رخمه، بس ده عشان انت هتبدا بيهم لان هم اللي بيكونوا موجودين تقريبا في اول الكتاب، فانت بتكون لسه زي ما انا قلت لك ما اتدربتش على حل شوامل كتير. بس بعد ما تتعمق في الامتحانات يعني وتاخد على حل الشوامل هتلاقي ان هم مش صعبين بالدرجه اللي انت متخيلها. يعني النصيحه اللي بعد كده، وانت بتحل الشوامل طبعا انت بيكون معاك نموذج الاجابات. بعد ما تخلص حلك كله للشامل، بعد ما تخلص في التايمر وكل الحاجات اللي انت عملتها دي، علم الامتحان لنفسك وشوف انت غلطت كام غلطه علشان تقيم مستواك وتشوف هل انت مستواك بيعلى في الامتحانات اللي بعدها ولا لا. موضوع ان انت تدي نفسك درجه ده حاجه مهمه جدا جدا علشان تشوف انت هل انت بتحسن مستواك ولا لا، وتشوف المشكله عندك فين وتحلها. وانت بتحل حل بالاستبعاد، لان طريقه الاستبعاد خصوصا في الاحياء هتفرق معاك جدا جدا وهتخلي غلطاتك تقل، لان ساعات الاجابه بتطلع اصلا بالاستبعاد. ولما تلاقي اي فكره جديده زي ما انا قلت لكم كده ممكن تتكتب، اكتبها في الكتاب بتاع الشرح عشان وانت بتراجع في ليالي الامتحان تفتكر برضو الفكره دي كمعلومه. يعني لو لقيت معلومه جديده اكتشفتها في الحل اكتبها في اي حته فاضيه في الصفحه في كتاب الشرح في الدرس ده، يعني علشان لما تيجي تراجع على الدرس ده تفتكرها. واخر نصيحه، ما تزعلوش على درجاتكم في الشوامل زي ما قلت لكم عشان ما تكتئبوش، خصوصا الامتحانات الوزاريه زي ما قلت لكم ما تزعلوش على درجاتكم، لان انتوا بتبداوا بيها وبتكونوا لسه مش تعودتوا على حل الشوامل، وفي نفس الوقت بتقارن نفسك بيها في اخر السنه. يعني مثلا بتقول هو انا لو دخلت وجالي الامتحان ده في ثانويه عامه هل هعرف احله وهنقص فيه كل الكم ده؟ فلا، مش هتنقص فيه كل الكم ده، يعني انت بتهيألك. انا في امتحان الكيمياء اللي كنت بحله اللي انا بقول لكم امتحان اخر السنه كان جاي شبهه، كنت ناقصه فيه حوالي 5 غلطات، وجيت في الامتحان بتاع اخر السنه نقصت غلطه واحده بس، وكمان زي ما قلت لكم كانت غلطه بسهو يعني بس مش اكتر. فمش اللي انت هتحله مش هو ده هيكون تقيم عليه اخر السنه يعني. وبس كده انا خلصت الفيديو بتاعي، اتمنى اكون جاوبت لكم على كل حاجه تخص الشوامل، ولو في اي حاجه ثانيه حابين تسالوا عنها اسالوني في الكومنتس تحت، وتبعتوا الفيديو لكل اصحابكم عشان الباقيين يستفادوا. وبس كده، باي باي.